مساء أو صباح الخير. أنا مقتحم عالم اليوتيوب ببرنامج جميل اسمه ستاند اب كوميدي. هنتكلم في البرنامج ده عن مواضيع شائكة جدا ليس لها أي أهمية، وأول موضوع نستفتح به هذه البرنامج وهو الارتباط. بما أنه لم يمر علي أي تجربة من تجارب الارتباط، فأنا حبيت أحكي لكم واقع خبرتي من البنات اللي أنا كنت بكرش عليهم وتم رفضي يعني بكل أريحية. هو الموضوع بدأ من زمان 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 جدا. كنت في الصف الثاني الابتدائي، وكانت في بنت أحلى واحدة في الفصل، وأنا رايح أعترف لها بحبي ليها. ما تفهمش، كنت شارب ستروكس، كنت مش يعني مش عارف إيه كان في دماغي ساعتها علشان أروح أقول لواحدة زي كده إن أنا معجب بيكي وعايزين نحب بعض ونكمل حتى تحترق النجوم ويفنى العالم. حقيقة أنا ما كنتش عارف إيه في دماغي، صدقني ساعتها يعني. المهم رحت لها وقلت لها يا فلانة الفلانية، أنا معجب بيكي وبحبك، أنا بحبك. قلت لها، هي بمنتهى الأريحية تقبلت الموضوع يعني بصدر رحب جدا، ما شتمتش، ما ضربتش، ما عملتش أي سلوك غير أخلاقي. تقبلت الموضوع وقالت لي يا مصطفى أنت بجد دمك خفيف قوي، بس أنا بحب محمود. قالت لي إن دمك خفيف، الحمد لله ثانكس جاد إن قالت لي دمك خفيف. بس بقى يعني اديتها لي هيد شوت في الجملة اللي بعديها، بس أنا بحب محمود. حقيقة هذه الجملة تدرس، يعني انك انت تلعب بمشاعر انسان، وانك انت يعني تراعيش كم الضغوطات اللي كان بيمر بها ساعتها. تمر الايام وتمر الشهور وتتبعها السنين، وادخل الاعدادية. حبيت واحدة تاني من طرف واحد، قلت لها يا علياء انا معجب بيك وبحبك. كنت برضه في الاعدادي دم خفيف وعملت اول مسرحيه في حياتي، وقلت لها بعد المسرحيه على اساس ان انا كنت ممثل مشهور ساعتها وكده يعني. فاللي هو بعد المسرحيه، طبعا مفيش اي بنت تجرؤ انها ترفض ممثل كان بيمثل في الاعدادي واصبح في مخيلته ان هو احسن ممثل في جمهوريه مصر العربيه. بعد ما قالت لي ان انا زي اخوها يعني حاولت أتمالك نفسي وقلت لها ماشي يا علياء، اللي تشوفيه أنا زي أخوكي. تمر الأيام وتتبعها السنين وتتبعها الشهور لحد ما دخلت الثانوية. يعني كرشيتها 4 مرات كده، بس لم يحالفنا الحظ لأسباب يعني خاصة مش ينفع أقولها هنا. دخلت الجامعة، بنت عجبتني جدا. قلت لها يا آية أنا معجب بيك وبحبك. قلت لي مصطفى أنت زي أخويا. راحت سكتت لما لقيتني زعلت، وقالت لي مصطفى هو أنت حبيت قبل كده؟ قلت لها أنا معايا 7 أخواتك من الابتدائي. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحبشتكنات بتاعت اليوتيوب دي، ولو ما عجبتكش ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحبشتكنات بتاعت اليوتيوب دي. بس سلام.